حبايبي الغاليين، مساء الخير عليكم. فحسبي الله ونعم الوكيل في وراء هذه الحملة. أخيرا خرج محمد رمضان عن صمته وكشف سر ارتداء ملابس غريبة في حفلته الأخيرة في أمريكا، لدرجة إن رواد السوشيال ميديا قالوا إنه كان لابس ملابس رقص جريئة ولازم يتعاقب، وتقدم فيه أكتر من بلاغ للنائب العام. محمد رمضان الكلام ده زعله ورد عليه وقال حق الرد، لبسي في كوتشيلا هو من تصميم المصرية فريدة تمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وحطت عليها كيب أسود فرعوني. بس السؤال بأمانة، هل علم مصر في أمريكا فرحكم ولا زعلكم؟ وبمجرد ما قال رمضان كده اتعرض لانتقادات كبيرة، ورواد السوشيال ميديا شافوا ان ملابسه كانت بعيدة تماما عن الزي الفرعوني المعروف. عشان كده رمضان حذف المنشور بعد كمية التعليقات السلبية عليه. الفنان محمد رمضان معروف ان كل ظهور ليه في حفل بيحب يفاجئ الكل باطلالاته واللي لازم تكون مختلفة ومفيش منها اتنين، لكن اخر حفل ليه كان مختلف شويتين، لان سما المصري قررت ما تسكتش وتعمل حفلة هي خصوصي على اطلالة محمد رمضان. نشرت سما على صفحتها صور رمضان وكتبت عليها انا عندي اخو الطقم ده لكن قطعتين، طبيعي ده يا فنان. هي دي بقى المفاجأة واللي كنت محضراها، الطقم ده في الرقص روعة الروعة. وما سكتتش لحد كده، دي بعدها كمان نشرت بوست تاني وكتبت يمكن لابس الطقم ده علشان يحط فيه البوك والفلوس. ولحد دلوقتي رمضان ما ردش على سما، لكن الاكيد انه مش هيسكت على الكلام ده. اكتبوا لنا بقى شايفين اسلوب سما المصري في التعبير عن رأيها ازاي. حسبي الله ونعم الوكيل في وراء هذه الحملة.